إلى الرأي العام العالمي، مرة أخرى دولة الاحتلال التركي تعلن حربها الإجرامية ضد المناطق الآمنة في شمال وشرق سوريا لضرب السلم الأهلي ومكتسبات الإدارة الذاتية، حيث طال القصف مناطق شمال وشرق سوريا على الحدود، والذي لم يفرق بين المدنيين والعسكريين، وأدى إلى استشهاد عدد من المدنيين وإصابة العشرات نتيجة القصف العشوائي الذي تواصله دولة الاحتلال التركي ضد المدنيين في محاولة منها لضرب الأمن والاستقرار في المنطقة وخلق حالة من الخوف والهلع في المنطقة بين المدنيين في خرق واضح وصريح للأعراف والقوانين الدولية، وفي ظل غياب الصمت الدولي في حيال هذه الجرائم. ولا ننسى ما حدث في إيران، الانتفاضة التي اندلعت في أيلول الماضي بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني بشكل وحشي على يد سلطات القمع الإيراني في طهران، ثم تحولت إلى انتفاضة وثورة عارمة شملت معظم مناطق إيران وكامل شرق كردستان. إننا كنساء في شمال شرق سوريا عامة والرقة خاصة ندين وبأبشع العبارات قصف الاحتلال التركي، وندعو كافة أهالينا وشعبنا القيام بواجبهم والحفاظ على مكتسبات ثورتنا، وأن تخلق رأيا عاما عالمي يكون قوة ضاغطة على هذه الأنظمة القمعية والدكتاتورية. فيجب علينا أن نقف كافة المكونات وشعوب المنطقة الذين تمازجت واختلطت دماؤهم وأرواحهم سوية في مواجهة هذه الأنظمة التعسفية. علينا أن نكون يدا واحدة ونرفع صوتنا عاليا ونقول: كفى ظلما، كفى قتلا وتشريدا، لا للحرب المفروضة علينا، كفى للحرب ونعم للسلام.